بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الحب الحقيقي. الحب الحقيقي اللي هو نعمة بتبان في المواقف، وكتير من الناس بتتكلم عن الحب لكن قليل منهم جدا اللي فهم معناه بجد. الحب الحقيقي معناه مش كلمة بتتقال، ولا رسالة حلوة، ولا هدية غالية. الحب الحقيقي إحساس بيعيش في القلب ويظهر في التصرفات قبل الكلام. الحب الحقيقي هو إنك تلاقي حد يفرح لفرحك، يفرح من قلبه ويحزن لزعلك، ويكون أول واحد يسندك وقت ما الدنيا تضيق بيك. هو الأمان اللي يخليك مطمن حتى لو الدنيا كلها مليانة خوف وقلق. هو الاحترام قبل العشرة، والصدق قبل الوعود، والوفاء قبل أي حاجة تانية. اللي يحب بجد عمره ما يستغل مشاعرك ولا يجرحك وهو عارف إن كلمته هتوجعك. يمكن يختلف معاك ويمكن يغضب، لكن عمره ما يقل منك ولا يهين كرامتك. لأن الحب من غير احترام مجرد تعلق ملوش أي أساس. وفي المقابل في ناس بتخلط بين الحب والتملك، وبين الاهتمام والسيطرة. يحب يفرض رأيهم أو يتحكموا في كل تفاصيل حياتك ويقول لك إن ده من الحب. لكن الحقيقة إن الحب الحقيقي بيدي مساحة للثقة، وبيخلي كل طرف يحس بقيمته وشخصيته. الحب كمان اختبار وقت الشدة. سهل جدا إن أي حد يكون موجود وقت الفرح، لكن وقت الضيق هو بس اللي بيكتشف القلوب. حب بجد هتلاقيه ثابت، يحاول يهون عليك ويدور على حل، مش على باب للخروج من العلاقة. ومش معنى الحب إن مفيش خلافات، لا، في خلافات، لأن أي علاقة لازم يكون فيها اختلاف. لكن الفرق إن الحب الحقيقي بيعرف يحافظ على الاحترام وقت الخلاف، وبيدور على التفاهم بدل كسب المعركة. يمكن أجمل حاجة في الحب الحقيقي إنه بيخليك أحسن، بيشجعك على النجاح، ويفرح بتقدمك، ويقف جنبك من غير أي منافسة. ويفرح بتقدمك ويقف جنبك، لا منافسة ولا غيره. وجوده في حياتك يبقى راحة مش ضغط، سكينة مش خوف. وفي النهاية الحب الحقيقي رزق مش أي حد يلاقيه. ولما تلاقي قلب صادق حافظ عليه، لأن القلوب المخلصة بقت نادرة. وما تجريش ورا الكلام الجميل لوحدك، لأن الأيام والمواقف هي اللي بتكتشف معدن الناس، وهي اللي بتثبت إن الحب الحقيقي عمره ما كان مجرد كلام. الحب الحقيقي حياة ورحمة وسند ووفاء، بيفضل ثابت مهما الدنيا اتغيرت ومهما اتغيرت الظروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.